طيب الفيديو ده اهداء لواحد حبيبي اهلاوي بيقول لي انت بعد ماتش الزمالك والمصري، هو انت ليه ما نزلتش فيديو؟ يعني ما اتكلمتش ليه على الماتش بتاع الزمالك؟ يعني انت مصطادي الاهلاويه بس والماتشات فده الفيديو ده اهداء مني ليه يعني. الزمالك اتغلب من المصري 1-0. طيب اول حاجه، انت ما فيهاش اي مشكله غير مشكله واحده بس، انت بادئ بشيكابالا. شيكابالا حلو وكل حاجه، ما قلناش حاجه، والاسطوره وتمام. بس هو يعني كبير وتلت ساعه، نص ساعه، ينزل اخر الشوط، ينزل الشوط الثاني. ما تبتديش بيه خلاص، ما ينفعش حد تبتدي بيه يعني انك تبتدي بيه ماتش دي صعب. فات حوالي نص ساعه وجاله شد في الخلفيه، اتصاب، طلع. قام منزلين مشلاك. انا رأيي يعني انت كنت تلعب ناقص واحد، يعني ما كنتش المفروض تنزل مشلاك، انت تلعب ناقص واحد. آه، كان ممكن نكسب. الراجل عمل له اسيست، ناصر ماهر عمل له اسيست. المفروض ان هو بيجري، الراجل بتاع سرعات، جري وقطع ورا المدافع وتمام التمام، ودخل هو والجون وحطها بره. طب نعمل لك ايه تاني يعني انت بتبصيها بره الجون، انت مش بتحطها لوب. يعني انت لو حطيتها مثلا لوب وهي طلعت هقول لك اوكي، انت بتباصي، يعني جاي قدام الجون مش عارف تحط الكوره جون، انت بتباصي. ما علينا، لا مشلاك نافع ولا بريدج ستون ولا حتى لو جبنا الفراري، مفيش فايده. لغايه ما جه في نهايه الشوط الاولاني وكرة اتعرضت من الناحيه اليمين، عمر جابر ومحمد عواد اتعازموا على بعض، قامت داخله جون. الناس كلها داخله هجوم على عمر جابر وعلى عواد الاثنين، وازاي وانت ده اعتمد على ده؟ فين الاثنين سرد باكات؟ انتوا على الدايره بتعملوا ايه؟ ان كان حمزه المسلوسي ولا حسام عبد المجيد. طب حمزه المسلوسي رجع مع الكوره اللي هي مع العراقي اللي عرض الكوره. حسام عبد المجيد انت بتعمل ايه؟ وحمزه المسلوسي انت مش عارف تقفل على اللي بيعرض الكوره؟ يعني انت سايبه عرضها، ما تقفل عليه. انا ما اعرفش، الناس كلها محمله عواد وعمر. انا شايف ان الجون ده غلطته الاثنين سد باكات. دي وجهه نظري انا. تمام. خلاص طلعنا الشوط الاولاني 1-0. قلنا خلاص بقى يعني هننزل بقى الشوط الثاني، زيزو هينزل والدنيا هتظبط يعني خلاص. وقلنا علي ماهر طبعا هيقفل خلاص، كسبان 1-0 وهيقفل الماتش. بمناسبه علي ماهر، انا ما اعرفش، انت علي ماهر انت بتقعد 38 ماتش في الدوري ضايع، وتيجي على ماتش الزمالك زي ما يكون ده ماتش القمه بالنسبه لك ومش بتذاكر له. انت لو بتحضر دكتوراه مش هتعمل كده. ده انت لو بتلاعب ريال مدريد ولا مانشستر، يعني مش هتحضر للماتش التحضيره ديت ولا هتلعب كده. وما شفتكش في ماتش مع الماتشات الاهلي بتلعب بالطريقه دي. يعني انت بتلعب جيم مفتوح وكوره حلوه وكل حاجه، بس بتشيل بثلاثه واربعه زي الفل. يعني تيجي قدام الزمالك وبتنسى بقى الكلام ده كله. ما اعرفش انت ليك مستحقات في الزمالك وما خدتهاش ولا ايه، انا ما اعرفش والله، ممكن ليه لا يعني، هي جت عليك. المهم، جه الشوط الثاني، قلنا خلاص بقى ننزل والدنيا يعني هتظبط يعني. قام المعلم ناصر ماهر اتصاب، جاله شد في الخلفيه، هو الاخر طلع. انا كان عندي برضو ان انت ما تنزلش حد، تلعب ناقص اتنين، اللي موجودين في الملعب كانوا هيعملوا الشغل اللي انت عايزه. نزلت لنا برضو عاهه من العاهات اللي بره، الجزيري. ومعرفش نزلت لي حسام اشرف، ولا اشرف حسام دوت. وشيكابالا اتصاب، وناصر ماهر اتصاب. تقوم تسحب عبد الله السعيد؟ طب ما هو زيزو ما بيلعبش صانع العاب، زيزو بيلعب وينج. هو زيزو هيخدم على الناس دي كلها لوحده؟ طب ما تسيب عبد الله السعيد قدام، ما هو الراجل بيلعب ال 90 دقيقه، ال 120 دقيقه زي الفل. ليه بتطلعه بره؟ ليه بتطلع عبد الله السعيد؟ ما تسيبه. مين اللي هيشغل الناس دي كلها؟ إيه يعني مين اللي هيحرك الناس دي كلها؟ انت هي تغييرات يعني، انت مزنوق في اللعيبه. انا رايي ما كنتش تعمل تبديلات خالص، تريح نفسك. اللي يتصاب بيركن وما تنزلش حد، مفيش حد بره اصلا عدل. ده اللي جوه اصلا نصهم مش عدل. واحنا قلنا 100 مره مفيش لعيبه في مصر اصلا بتعرف تباصي.
يعني اصلا اساسيات الكوره هم ما بيعرفوش يعملوها. فاللي بره زي اللي جوه، مش هتفرق بقى كتير. هتنزلت لي الجزيري بتوطوح لي يمين وشمال ومحطه ومش عارف ايه، بيخش من العمق والكلام اللي ملوش اي لازمه ده، هري على الفاضي. وفي الاخر برضو ما فيش اي انتاجيه، يعني ما بيعملش حاجه. يعني ماتش تلاقيه يجيب جون ولا جونين، و30 ماتش قاعد تفهمش هو بيعمل ايه، جاي ياخد فلوس وخلاص ولا ايه، انا ما اعرفش والله. وحسام اشرف اللي بتنزله لي اخر ربع ساعه برضو، انا تقريبا هو تقريبا مش عارف هو ينزل، يعني نازل يعمل ايه، يعني هل هو نازل يكمل كمهاجم ولا يلعب تحت اللعيبه ولا هيعمل ايه بالظبط. غير طبعا زياد كمال، ما اعرفش زياد كمال هو ماسك عليك زله، انا ما اعرفش. يعني زياد كمال هل هو مثلا في الملعب ماسك زله؟ ماشي، ما علينا. يعني احنا كده كده لازم نتنقط كل ماتش، فخلاص خدنا على كده يعني، مش جديد يعني. بالنسبه لضربات الجزاء مفيش يعني كان في شده، وفي كوره خبطت في ايد المدافع بتاع المصري، دول مش ضربتين جزاء. الكوره ايده كانت جنب جسمه، ما فيهاش حاجه. الشده دي عادي خالص، كل اللعيبه بتشد وبتضرب وبتعمل كل ده، يعني اللعب على الكوره، التحامات، ما فيهاش اي مشكله يعني. فده عادي يعني. اللي يقول لك الزمالك ليدر اتظلم وليه ضربت كده، لا مفيش الكلام ده خالص. انت في ماتش البنك الاهلي، انت خدت ضربه جزاء او انت وكسبت الماتش، يعني يوم ليك ويوم عليك عادي يعني. انا مستغرب بقى من زيزو. انت اولا زيزو طالما على دكه قادر يلعب، ابتدي بيه. اي فرقه في مصر بتبقى عامله حساب الراجل ده، بينزل حتى لو هو بيزك بيخافوا منه. انت ليه مقعده؟ يعني انت جاي في ماتش مهم زي ده، هتحطه طالما قادر يلعب. هو مش مريح بقاله شهرين ثلاثه، ده اسبوعين او 3 اسابيع اللي كان مريحه، المفروض ان هو في الفورمه يعني. يعني ده اسبوعين، ايه 15 يوم؟ 15 يوم يلعب نص شوط؟ ده استهبال. وبعدين انت ما عندكش لعيبه، حرقت تغييرات على الفاضي يعني. منطق غريب وتشكيله غريبه وخطه اغرب، ويعني حاجه مفيش فايده. بس هي عاده الزمالك، الاهلي يعطل ماتش لازم الزمالك يجامله، يوم يعطل معاه ماتش برضه. يعني هو انت احسن مني؟ يعني انت تتعادل انا اتعادل؟ لا ده انا اتغلب، ما ينفعش. لازم انت تبقى راكب الدوري، وبعد كده وانا وينك بقى. وبالنسبه للتحكيم، يعني التحكيم برضه ده حاجه حاجه فذه بصراحه. يعني الواحد بيشوف حاجات غريبه. يعني الكوره بتاعت يحيى عطيه الله، انا ما اعرفش هو الحكم يعتبر اللعيب دوت مثلا بايد واحده ورجلين، 2 رجل مثلا. يعني انا مش فاهم. كرة جايه في ايده. طب الفار يعني فين؟ ما حسبش الفار مش موجود، ما جاش، تفهمش، ما شافش الكوره. شالوا الفيشه ساعه ضربه الجزاء، قام يعمل شاي، وبنسمع حاجات غريبه بقى. فما اعرفش التحكيم بصراحه يعني. شيء غريب يعني بصراحه يعني. الواحد بيشوف حاجات مهزله. المفروض اصلا الفار ده جاي يحل، جاي يقفش الحاجات اللي هي ما بتتشافش. اتاري هو نفسه ما بيشوفهاش. فيعني احنا استوينا والله بسبب موضوع الفار ده. يعني انا شايف ان هو ملوش لازمه، كان على قديمه احسن وخلاص. الكره اللي تعدي جت في ايده، جت في راسه، جت في رجله، اتحسبت ما اتحسبتش، كله كان بيطلع يتكلم وخلاص وشكرا. الحكم ما شافهاش وخلاص وخلصنا. صارفين ومكلفين، وفي الاخر فار. فار يا باشا اللي انت عامله ولا ليه ريحه اللازمه خالص، ولا ليه ريحه اللازمه خالص بصراحه يعني. على العموم ماتش وعدى، واللي جاي احسن ان شاء الله. بس هو المفروض يعني الزمالك محتاج لعيبه، محتاج اكتر من كذا لعيب. لان خلاص يعني في ناس مش هتقدر تديك 90 دقيقه، في ناس مش هتقدر تشيلك في الزناقات. انت محتاج 3 4 5 لعيبه محترمين. ولو مش هتقدر تجيبهم، جمع فلوس ال5 دول وهات لعيب واحد بس كفايه زي الفل. يبقى احسن، بدل ما انت عمال تلقط من يمين وشمال ومش عارفين الدنيا يعني. بيجربوا بقى. يعني انت جربوا هنا يمين، جربوا هنا شمال، لا مفيش الكلام ده يعني، حرام يعني، كفايه يعني.
الدوري كده كده يعني انا مش يعني ما اعتقدش الزمالك هياخد الدوري السنه دي، لان برضه هي نفس المشاكل ونفس القصه. هو عايز بطولات قصيره، كاس، سوبر، ممكن الكونفدراليه شويه، لكن دوري وكده ونفس طويل لا ما اعتقدش. يعني هيبقى بين برضه هتبقى المنافسه بين الاهلي وبيراميدز.